السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي جماهير النادي الأهلي، أعظم جمهور لأعظم نادي في الكون، تحياتي لحضراتكم. لا صوت يعلو فوق صوت مباراة الافتتاح بين النادي الأهلي وفريق انتر ميامي في باكورة مباريات كأس العالم للأندية. المباراة طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان المباراة الأولى هتقام في 6 فجر يوم الأحد 15 يونيو على ملعب هارد روك في مدينة ميامي، ودي المدينة اللي هي بيلعب فيها فريق انتر ميامي. تاني مباراة ان شاء الله هتكون الاهلي مع بالميراس البرازيلي في مدينة نيويورك على ملعب ميت لايف. كذلك المباراة الثالثة اللي هي مع بورتو البرتغالي هتقام على نفس الملعب ميت لايف في مدينة نيويورك، وده هيكون الساعة 4 فجر الخميس التالي. يبقى عندنا المباريات الأحد، الخميس، الثلاثاء ورا بعض. 3 مباريات هتلعب 3 فجرا، هتلعب 7 مساء بتوقيتنا احنا، هتلعب 4 فجرا بتوقيتنا برضو في القاهرة. عايز اقول لحضراتكم ان السفر من مدينة ميامي لنيويورك بيستغرق 4 ساعات بالطائرة، ودي مسافة كبيرة جدا جدا وهتبقى مرهقة بدنيا جدا للنادي الأهلي، لكن بكل تأكيد هم عاملين حسابهم على كده. 4 ساعات ده معناه كأنك من مطار القاهرة إلى مطار جدة السعودي رايح جاي رايح جاي. تخيل دي المسافة اللي هيسافرها الأهلي من مدينة ميامي إلى مدينة نيويورك لخوض المباراتين التاليتين بعد مباراة انتر ميامي. طيب، بداية نبدأ بالمؤتمر الصحفي العالمي اللي تم في ميامي، يعني شوف العظمة بتاعة الأهلي. شوف كلام انفانتينو وهو بيتكلم على النادي الأهلي بفخر واعتزاز، وجماهيرية النادي الأهلي وشعبية النادي الأهلي، لدرجة إن انفانتينو اتكلم ونطق بالعربي. أيوه، انفانتينو اتكلم بالعربي وقال لجماهير النادي الأهلي يلا يا شباب. راجعوا الفيديو هتلاقوا انفانتينو وهو بيتكلم بالإنجليش جه وجه كلامه لجماهير الأهلي اللي هو عارف شعبيته كويس، وقال يلا يا شباب، بيدعوهم لمشاهدة المباراة. صعوبة المباراة لن تأتي من وجود ميسي فقط، أو من إنك بتلاعب فريق لأول مرة بتلعبه، لكن الصعوبة تأتي من إنك بتلاعب منتخب العالم. تخيل إن قائمة فريق انتر ميامي 29 لاعب، منهم 22 لاعب محترف. تخيل دي، منهم 9 من الأرجنتين، و2 من إيطاليا، و2 من أسبانيا، ولاعب من هندوراس وهايتي والدومينيكان إلى آخره. 29 لاعب منهم 22 لاعب محترف. واحنا هنا لما الأهلي جه يتكلم على ان هو يزود عدد المحترفين من 5 إلى 6، فريق البيض المندوب بتاعه قال احنا عايزين 3 بس أجانب، يعني عايزين نخفضهم، أو 4. الأهلي بيطالب ب6 وده بيطالب ب3 أو 4. شوف الفارق وشوف العقلية. حتى فريق الهلال السعودي معاه 10 محترفين أجانب. يعني مشكلة الأجانب ده عندنا احنا بس. طيب، انت خايف من مواجهة انتر ميامي عشان خاطر ميسي ما بيلعبش لوحده، ميسي معاه كمان بخلاف المجموعة المحترفة اللي ما حدش بيتكلم عنها وما حدش مركز عليها، معاه يعني حوالي 4 أو 5
محترفين من الطراز العالي جدا جدا جدا، بخلاف بقى محترف من كل دولة، يعني من الأرجنتين ومن أسبانيا ومن إيطاليا ومن البرازيل ومن هندوراس والدومينيكان ومن هايتي تخيل كل ده. الأهلي كده هيلاعب منتخب العالم وليس فريق انتر ميامي. لو انت خايف من ميسي تبقى غلطان. ميسي لاعب واحد في الفريق، المفروض انت تعمل حساب للفرقة كلها وتبقى مجهز نفسك. انت الاهلي، القوام بتاع الاهلي ما شاء الله قوام قوي، ويعني سكواد عالي جدا، سواء دفاعيا او في وسط الملعب او على الاطراف او في مركز راس الحربة. وسام ابو علي هو رقم واحد اللي هيلعب راس حربة، ولو هو مش جاهز، جراديشار مش جاهز، يبقى طاهر محمد طاهر هو المرشح لانه يلعب راس حربة في هذه المباراة لو هم مش جاهزين. لكن انا متوقع ان وسام ابو علي هيقود هجوم النادي الاهلي. الحاجة الثانية ان تريزيجيه اساسي مضمون، وفي خط الوسط برضه اللاعيبه المضمونين امام عاشور، وفي الباك اليمين محمد هاني، وفي قلبي الدفاع بيكهام وياسر او بيكهام والبنداري اشرف بنداري، وطبعا حراس المرمى محمد الشناوي ومعاه مصطفى شوبير. احنا عندنا سكواد عالي جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، نمسك الخشب. هي المساله بس في تضييق المساحات على ميسي، وزي ما ريبيرو قال ان مفيش حاجه في كره القدم دلوقتي اسمها رقابه فرديه، مفيش حاجه اسمها ان لاعب يمسك لاعب، لان انا كده يعني ببوظ خطه اللعب بتاعتي انا كفريق. فالنقطه دي مهمه جدا. قال لك اقرب لاعب لاي لاعب ماسك الكوره هو اللي هيضغط عليه، فممكن ميسي يمسك الكوره، ممكن يضغط عليه لاعب او اتنين، سواء من وسط الملعب او وسط الملعب الدفاع، او حتى من مركز في الاجنحه، او حتى راس الحربه نفسه. احنا شفنا وسام ابو علي بيقاتل على الكره وبيحاول ان هو يستخلص الكره. الناس اللي خايفه بقى من المباراه وخايفه من ميسي والكلام ده كله، انا هقول لهم او هفكرهم باللي قاله جوزيه لما الاهلي كان بيلاعب سنه 2001 فريق ريال مدريد. تخيل حضرتك ان فريق الاهلي في هذا التوقيت كان مجموعه من اللعيبه يعني اللي مستوياتها مش الكواليتي مستحيل ولا 50% من الكواليتي اللي موجود ده. يعني كان ايامها مجموعه من اللعيبه كانت بتلعب في المنتخب الاولمبي والاهلي ضمها، ما كانش حتى وائل جمعه كان لسه جديد على الاهلي، وخالد بيبو كان لسه جاي جديد، وحاجه شبه كده. مانويل جوزيه قال ايه للعيبه؟ قال لهم انتوا 11 لاعب هتواجهوا 11 لاعب، لا هم زايدين ايدين عنكم ولا زايدين رجلين عنكم، انتوا هتقابلوا بشر زيكم، مش هتقابلوا ناس من اكلي لحوم البشر. الكلام ده انا فاكره كويس قوي 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 ايام مانويل جوزيه ما كان بيقود الاهلي في هذه الفتره. وقال كمان مثل برتغالي، قال بيسالوه قولوا له تتوقع نتيجه المباراه توصل لايه؟ مانويل جوزيه قال احنا عندنا مثل في البرتغال بيقول لا شيء يعرف مستقبلا الا ان الديك سوف يذبح في العيد، ما عدا ذلك مفيش توقعات، لان دي حاجه معروفه مسبقا، لكن مفيش توقعات في كره القدم. باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ونعمل مباراه كبيره ونعمل مفاجاه نبهر بها العالم، والاهلي يتخطى فريق انتر ميامي ونكسب هذه المباراه لتكون دفعه باذن الله كي نتاهل الى الدور التالي باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لحضراتكم، وباذن الله نتقابل بعد المباراه ونبارك لبعض باذن الله بنتيجه ايجابيه، يا رب تكون الفوز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.